كتقول لك كحطوها في دوبل فوا في وسط المدينه في البولفار. كيقول لك ما خاصكش تمشي بقل من 30 باش ما تعرقلش حركه السير، يعني خاصك تمشي ب 30 والفوق. مزيان. ملي كيضربوا عليها كتسالي القاعده اللي كانوا كيهضروا، سالات. دابا هاد القاعده سالات ما بقاتش. اذا هاد القاعده سالات وانا كنسوق خارج المدينه. خارج المدينه السرعه كتبدا من 20 حتى ل 100. جيت درت الاختيارات، ها هما غنجي ندير 1 2 4 درتهم كاملين، يعني من 1 حتى ل 4. يعني نقدر نمشي ب 20 ب 30 ب 60 ب 100، حيت ديك القاعده اللي كانت كتفرض عليا نمشي ب 30 والفوق ما بقاتش. صافي هادشي اللي كاين. سير كمل. انا راه ما بغيتش نشرح هذاك السؤال، ما عندناش اليوم في الدرس، ولكن انا قررت انني نشرحه. اذا كمل معايا وبشويه عليك. يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنه. اجابه رقم 1 صحيح، اجابه رقم 2 خطا. واش واحد تخيل معايا واحد وعنده الجرأة صاحبي، عنده الجرأة قال لي غلط، فهمت؟ كيقول لي راه غلط، كيتسحاب لي واش صاحبو ولا كندور معاه في الدريبه ولا ما عرفتش كيتسحاب لي. ونوض يبل محفحف نوض. اش دير مع دابا بحال هاد النوع هذا؟ اش دير مع هاد البشر هاد؟ اش دير مع دابا هاد؟ كيشوف لايف صاحبي فيه 2400 واحد، باج فيها 3 المليون، خطا. نوض يبل محفحف. يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنه. اجابه رقم 1 صحيح، اجابه رقم 2 خطا. ركز وبشويه عليك. الا زوميت كيبان لي واحد الخط هو خط متصل. خط متصل. اذا هاد الطريق ذات اتجاه واحد، يعني ما عندكش مناش تخاف، ما يكون جاي حتى شي واحد في الاتجاه المعاكس، ما يكون جاي حتى شي واحد في الاتجاه المعاكس. اذا انا نتكل على الله. امتى ما نتكلش على الله؟ امتى ما نتكلش على الله؟ ما نتكلش على الله في حاله هزيت راسي لقيت المرايه عامره، قلبت بحال في الصوره لقيت المرايه عامره، عقل معايا، لقيت المرايه عامره هدا، حيت راه ما يقدرش نتجاوز الا كان شي واحد كيسبقني في التجاوز. اذا يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنه، غندير الاجابه رقم 1. قادر نتجاوز، علاش؟ حيت ما يكون جاي حتى واحد، رغم ان الرؤيه غير واضحه الا انه ما يكون جاي حتى واحد في الاتجاه المعاكس. الا سولوك في الامتحان قال لك انت وقع لك عطب في السياره ديالك، واش يمكن لك توقف في جنب الطريق؟ واش يمكن لك توقف في جنب الطريق الا وقع لك عطب؟ نعم. واش يمكن لي نقاد العطب ديالي؟ واش يمكن لي هاد العطب اللي درت نوقف في الطريق؟ يمكن لك بشرط توضع مثلث التنبيه المسبق ب 30 متر بالنهار وب 100 متر بالليل. ما وضعتيش ما تحركش، ما تمسش الطوموبيله، دير الجيلي ديالك. ولا كنتي بغيت تسنى المساعده ديك 50-50 عرفتيها، بغيتي تسناهم يجيو يقادوا لك السياره، خاصك توقف خارج الحاجز. عقل على هادو معلومات بساط ياك، خاصك توقف خارج الحاجز. اذا يمكن لي نتجاوز، غندير الاجابه رقم 3. اجابه رقم 3. اجابه رقم 1 يمكن لي نتجاوز. ترى علام. اركاب الطفل اقل من 10 سنوات في المقاعد الاماميه للسياره كتعتبر مخالفه من الدرجه الثانيه، اجابه رقم 1. الدرجه الثالثه، اجابه رقم 2. كيتعرض لسحب 2 ديال النقاط ولا نقطه واحده. تخيل معايا هذا السؤال هذا، كتقول لبنادم راه غتمشي غتلقاه، كتقولها لي، كتقول لي شوف هما ثلاثه ديال المخالفات، سير الامتحان دير في بالك انك غتلقاهم: الصمته والهاتف والطفل. كاختيارات واش كيدي نقطه ولا 2 ولا 3؟ كيدو نقطه، يعني الصمته والهاتف والطفل كيدو نقطه. الثمن ديال المخالفه 500 درهم من الدرجه الثانيه. الثمن ديال المخالفه من الدرجه الثانيه. مزيان. هاد المخالفات واش كيعرضوا السائق للتوقيف المركبه؟ لا، ما تعرضوش السائق للتوقيف المركبه وما تعرضوش السائق لحجز المركبه. هي كتعتبر مخالفه تصالحيه جزافيه، بمعنى هاك وهارا، كنخلص لك مخالفه ديالك وكنمشي، ما كتوقفني ما كنوقفك، صافي كنخلص لك مخالفه ديالي وكنمشي في حالي. حتى الا كاع ما عنديش فلوس كتسحب ليا، كتاخذ ليا رخصه السياقه ديالي وكنمشي في حالي، يعني ما كفاياش توقيف. هاد 3 ديال المخالفات راه ما فيهمش توقيف في المركبه. سير كمل. اي حاجه تفكرتها غنشاركها معاكم. عندنا ساعه ديال المكانه كل نهار من 11 ل 3. كنسوق شاحنه صغيره، واش يمكن ليا
واش يمكن ليا نغير الاتجاه اليمين؟ صحيح خطأ. كنسوق شاحنة صغيرة، واش يمكن ليا نغير الاتجاه اليمين؟ واش انا قادر نغير الاتجاه اليمين الا كنت كنسوق شاحنة صغيرة؟ هذا هو السؤال. الجواب بكل بساطة يكون الإجابة رقم 1. يمكن لي نغير الاتجاه اليمين. علاش؟ هما مع من كيهضروا مع اللي تجاوز 3.5. شكون هما اللي تجاوزوا 3.5؟ هما الشاحنات الكبار. اجي دابا نعاود نحيدها لي. هاي حيدتها. كنسوق شاحنة صغيرة، واش يمكن لي نغير الاتجاه اليمين؟ صحيح خطأ. كنسوق شاحنة صغيرة، واش يمكن لي نغير الاتجاه اليمين؟ كنعطيكم كاع الاحتمالات اللي غتصادفوا معها. واش يمكن لي نغير الاتجاه؟ كنسوق شاحنة صغيرة، واش قادر نغير الاتجاه اليمين؟ الجواب لا. علاش؟ حيت الا كانت هذه بوحدها كتمنع الحديد الكبير والصغير. كتمنع الحديد الكبير والصغير. عقل معايا، هذه بوحدها كتمنع الحديد الكبير والصغير. اذا واش انا قادر نغير في هذه اللحظه الاتجاه اليمين؟ لا، ما قادرش نغير الاتجاه اليمين. غنشارك معكم بعض المخالفات اللي غتحتاجوا وكيفاش كتطرح الصيغه ديالهم في الامتحان. كيقول لك واش لا فيزيت الا ما درتهاش في الوقت ديالها واش مخالفه ولا جنحه؟ ما درتش لا فيزيت في الوقت ديالها، مخالفه من الدرجه الاولى، كدي 3 ديال النقط، فيها توقيف المركبه وليس حجز المركبه. فيها اش؟ توقيف المركبه. نفس السؤال ولكن بشكل اخر. تزوير شهاده الفحص التقني، مخالفه ولا جنحه؟ جنحه، كتأدي لحجز المركبه. مزيان، عقل معايا. بطريقه بسيطه كتحطوا اسئله اللي هما زوينين، تقريبا غتكون واحد 80% في اللايف كتعرف تجاوب. كيقول لك المخالفه من الدرجه الثانيه واش اخطر من الثالثه؟ واش مخالفه من الدرجه الثانيه اخطر من الثالثه؟ كتقول لهم نعم، حيتاش فعلا المخالفه من الدرجه الثانيه دايره 500 درهم والثالثه دايره غير 300 درهم. كدير نعم. الاثمنه كيبينوا لك واش المخالفه من الدرجه الثانيه اخطر من الاولى. غتقول لهم لا، حيت المخالفه من الدرجه الثانيه دايره غير 500 درهم والمخالفه من الدرجه الاولى راه 700 درهم. ما يمكنش تكون 400 اخطر من 700. فهمت؟ يعني اسئله بساط. يقول لك بنادم راه كيخرج انا عندي المخالفات وداك الشيء صعيب. ما صعيبش، بنادم ما مراجعش، كذبش عليك، ما مراجعش، ها كيتفلى، كيمشيو الامتحانات يتفلاو. مزيان. الخوت اللي باقي ما دخلش عندي المجموعه ديال التعليم السياقي كيصوني، نوقف على اليمين باش نجاوب نعم لا. الهاتف ديالي كيصون، شنو نوقف على اليمين باش نجاوب. شوف، في الطريق السيار ممنوع الوقوف والتوقف. في طريق السيار ممنوع الوقوف والتوقف، وبالعقل وبشويه عليك. اذا واش يمكن لي نوقف؟ غدير لا، ما يمكنش لك الوقوف. ما يمكنش لك الوقوف في طريق السيار وما يمكنش لك توقف. اسمع، هذه هي المعلومه اللي غاطسه، هذه المعلومه اللي غاطسه. هنا وقفت بدون مبرر، مخالفه من الدرجه الثانيه كدير 3 نقط. عاودها مع راسك. مخالفه من الدرجه الثانيه كدير 3 ديال النقط. عقل. الا وقفتي هنا بدون مبرر، مخالفه من الدرجه الثانيه كدير 3 ديال النقط. اخويا غنبلوكيك، سمعتيني؟ كزاوي غنبلوكيك ياك. هاد الامور هادي ملي غنسالي اللايف غادي نقضيو الغرض. فهمت؟ نقضيو الغرض. انت تدقاش في اللايف صافي، تتسنى واحد شويه بحالك بحال الناس صافي. وكان دابا غتركز على الكود ديالك صافي. ركز على الكود ديالك. ملي غنساليو غادي هاد التشوير الضوئي كيعطي امر. الاجابه